في إطار التوعية والتحسيس بسرطان الثدي، لا سينيمير و أب تيفي كيشاركوا معكم قصص ملهمة لسيدات حاربوا المرض. السلام عليكم، معكم نعيمه وراء. جيت اليوم نعاود لكم قصتي مع مرض السرطان. النهار الاول انا حسيت بواحد بحال ولسيسه صغيره عندي هنايا، وبقيت راقيه عليها، ما بقيتش ما داياش فيها مزيان حتى طلعت ليا لهنا. صافي ملي حسيت بها كبيره شويه مشيت شفت الدكتور، شافني قال لي واش ممكن دير لي التلفازه والراديو، درتهم. صافي قال لي راه عندك شي حاجه هنا ممكن تحيديها. جاتني بحال الصدمه، ما تقبلتش نفتح الثدي ديالي وتخفت منها بزاف. ملي مشيت للدار واستشرت مع العائله وداكشي قالوا لي ما تخافيش توكلي على الله. درت راديو، درت تلفازه، ديتهم لعندو، شافهم قال لي ما هادشي ما تيبشرش بالخير، خصك ديري لي هاد التحاليل ونشوف. ملي درت التحاليل ديتهم لعندو قال لي غادي تفاهمي معايا نهار تكوني واجده العمليه. وتوترت شويه وهذا، ولكن قنعني. وملي شفت الناس وشفت الدكتور قنعني واحد الهضره زوينه وداكشي، قبلت عادي ما لقيتش مشكل. المهم ملي درت العمليه فقت لقيت العائله ديالي دايرين بيا، فقت قلت لي ما شنو، قالوا لي راه كلشي مزيان. صافي حتى العشيه عاد جا عندي الدكتور قال لي الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير، ما تخلعي، ما عندك حتى شي حاجه اللي خايبه اللي غتشكي فيها وتخلعك، راه ما كايناش. صافي بقيت دايره الدواء وداكشي واحد 10 ايام، رجعت عنده كونترول، حيد لي داك التيوده قال لي راه المهم ما غاديش نخلعك، غير واحد الحاجه بسيطه، هاد الولسيسه اللي عندك راه فيها شويه سرطان، غادا ديري واحد 3 الحصص ولا 4 ديال الشيمي. المهم جاتني قاصحه في الاول وداكشي ما تقبلتهاش. صافي ملي قنعني وداكشي خديتها عادي، درت الشيمي المره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، ودرت 12 حصه من موراها بيضه وخديتها عادي. من موراها درت البوله ديالي 30 حصه وداز كلشي بخير وعلى خير. دابا الحمد لله والشكر لله. اول حصه خديتها، المهم ملي داك الالم ديال الرجوع كنردو داكشي ديال الصفا والالم، ما بقاش عندي الشهيه، ما بقيتش كناكل ما والو عادي. المهم خديت اول حصه عاديه مده شي 10 ايام ولا 15 يوم، داخله نتوضا للظهر. ملي دورت يدي على راسي هكا يدي وقفات ليا في شعري. عاود المره الثانيه ملي هزيت عيني في المرايه لقيت الشعر كله لاصق ليا هنا في يديا، طاح ليا كله. صافي خديتها عاديه، توضيت، جمعت داكشي درته في بابي هذا وجمعته درته في جيبي وخرجت بواحد الالمه منه. صافي ملي هضرت مع اختي وداكشي خديته عادي، قالت لي راه هذه هي الحياه وهذا ما خصكش تخلعي وتشطني منه. صافي خديته عادي. من موراها صافي درت الطوندوز لشعري وتقبلتها، وكندير البوني، تندير الدره على راسي، ما عندي حتى شي مشكل. تنمشي تندير الدواء عادي وتنجي عاديه، ما عنديش مشكل. حتى كملت الحصص الحمرين ديالي عاد بدا تيطيح ليا الشفار ديالي والحجبان. بديت الحصص ديال الشيمي البيض، هما اللي عاد طيحوا لي الشفران ديالي والحجبان. صافي ومن مورا ملي بديت قربت نكمل الحصص البيضين ديك 12 سيمانه، صافي بدا ينبت لي الشعر شويه بشويه في راسي وفي حجباني. رجعوا لي حجباني ورجع لي شعري، رجعت لي الامور كلها رجعت بخير وعلى خير. مورا الشيمي ملي كملت الشيمي الحمر والشيمي البيض درت 30 حصه ديال الاشعه ديال البوله. صافي خديتهم يوميا، كنمشي كندير 5 دقائق ديال الاشعه وتنخرج. ما اثرت عليا، ما تدوخني، ما تنسخ فيها ما والو. الشيمي البيض ما ضرنيش والبوله ما ضراتنيش، مازال الشيمي الحمر مع اول مره اثر عليا شويه. صافي وخديتها عادي، ما عندي حتى شي مشكل. درت سكانير قبل ما ندير الاشعه، ودرت سكانير ملي ساليتهم. ملي ساليت الشيمي داروا لي سكانير وطراساو لي فين غادي ندير البوله. ومن موراها ملي ساليت البوله ديك 30 حصه عاودوا ثاني داروا لي سكانير، قال لي الحمد لله ما عندك حتى شي حاجه اللي خايبه ولا تتخلعنا، ما كايناش، غتاخدي هاد الدواء مده 5 سنين. نصحني وشكرته بزاف لان فرحني، قال لي عجبتيني لانك تفاعلتي مع هذا المرض وتعاملتي معاه مزيان، ما خديتيش بواحد الاسلوب خايب باش ياثر عليك ولا هادي، راه دازت الامور كلها مزيانه، ما تبدلات فيا حتى شي حاجه الحمد لله. غير ما بنادم غير ما ياخذش الهضره ديال الناس وياخذ داكشي بثقه النفس، تكون من عند الله سبحانه وتعالى، الثقه تكون في نفسك كبيره، ما تخافش. كناكل داكشي عادي، الخبز بلدي ديال الدار، تناخذ كلشي داكشي زوين ديال الدار، ما تناكلش حاجه الزنقه في مره، داكشي ديال السندويشات ولا داكشي ما. قال لي هادشي المعلبات كلهم تقطعيه، قطعته ما تناكلوش وعيشه عادي بخير الحمد لله. ما لقيتش حتى شي مشكل في المناعه ديالي ما عمرها طاحت ليا، فوقاش ما درت تحليلات تلقى داكشي مزيان الحمد لله. اللي دراتو شي حاجه خصو يمشي يكشف عليها مبكر، خصو يشوف داكشي بكري ويتصل بالطبيب ويشوف بشويه بشويه حتى يتعالج. بنادم ما يبقاش راخي في داكشي غادي كيصعب. الا بنادم مشى لعند الطبيب بكري وشاف داكشي راه غادي يكون كلشي بخير وعلى خير، ما غاديش يخاف. قال لي الدكتور ما عندكش شي حاجه اللي غتخلعك واللي غادا تصعبك، لانك مزيان ملي جيتي في هذا الوقت وحيدتي هذا المرض ديالك بواحد السرعه مزيانه، راه الحمد لله والشكر لله، ما عندكش مناش تخافي. وما خفت الاول مره، خفتو ثاني مره ما بقيتش خايفه، خديته عادي. المهم انا مده عام
ما كملتوش الحمد لله، داز كلشي بخير وعلى خير. شفت فيه الطبيب، درت العمليه، درت الشيمي الاول والثاني ودرت البوله، ودابا عادي الحمد لله والشكر لله. ما بقات عندي حتى شي حاجه. يلا مستشار مع الطبيب غير نهار 3 نهار 10 في شهر 10 كنت عند الطبيب كونترول، قال لي الحمد لله والشكر لله ما عندك حتى شي حاجه خايبه، تقبلي هادشي وبقيت تاخدي الدواء ديالك راه غادي تكوني بخير وعلى خير. كنصح الناس كاع اللي جا هذا المرض ديال السرطان ما يتخوفش منه وياخذوا بواحد ثقه النفس، راه ما كاين حتى شي حاجه، راه بحال جميع الامراض كلشي كيدوز باذن الله، وكلشي اللي تفاهمتي معاه كلشي كيدوز بخير وعلى خير. نتمنوا بالشفاء للجميع، الله يشافينا ويشافي المسلمين كافه اجمعين. الصندوق المهني المغربي للتقاعد كيتضامن مع جميع مرضى السرطان وكيتمنى لهم الشفاء العاجل. دير معك سبسكرايب باش يوصلك ديما الجديد.